واش الدراري ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي يكون على الماتش ديال الرجاء ضد الكويت الكويتي، ماتش اللي كان هو الثاني في الجروب وجا من بعد انتصار ضد شباب بالوزداد. هذا الماتش هذا كان ضروري من الرباح فيه باش اننا نضمنوا التاهل ونشوفوا كيفاش غادي نديروا في الماتش الاخر اللي غادي يجي من بعد اللي غادي يكون ضد الوحده اماراتي. المدرب دخل بالتشكيله اللي كانت منطقيه وطبيعيه، زنيتي في الشبكه هذه نفس اللعابه تقريبا اللي كانوا ما شونجاش بزاف، هما اللعابه اللي كان خاصهم يدخلوا، ولكن للاسف ما عطاوش المطلوب منهم وما قدروش انهم يوصلوش الشبكه بزاف ديال المرات. داكشي علاش في الميطه الثانيه واللي هي كما كتسمى الشوط ديال المدربين بين فيها كوتش جوزيف زيمباور على الخبره ديالو على التكتيك ديالو، وقدرات الرجاء انها تماركي عن طريق كل من حسين رحيمي وكل من المايسترو محمد زريده اللي كان ناضي بالرجوله في هاد الجوج ديال لي ماتش اللي دازو. اللعابه صيفطوا ميساج دابا لاي واحد كان كيشكك في الوطنيه ديال هذا النادي العالمي، نساو شنو دارت الرجاء برا البلاد وشنو دارت مع بزاف ديال الفراقي ديال دول شمال افريقيا، ديال الفراقي من دول اخرين امريكا اللاتينيه، بزاف ديال الفراقي اللي شرفات فيهم الرجاء الدرابو ديال البلاد، وهذا الشيء حاجه طبيعيه وهذا واجب على اي فرقه في المغرب. المهم التركيز دابا جاي على الماتش ديال الوحده الاماراتي اللي هي وحده من اقوى الفرق اللي مشاركه في هذه النسخه هذه ديال كاس العرب. عندهم كوتش اللي كبير بزاف اللي هو جوزيف اللي هو بيتسو موسيماني اللي كان مع الاهلي شحال هذه ودا معاهم بزاف ديال لي تيتر. مدرب كبير صراحه وفرقه عندهم كبيره وواقفه على رجليها مزيان، عندهم محترفين بزاف ديال الدول بزاف ديال الجنسيات. اللعابه ديالنا كاملين مشكورين، الاداء اللي قدموا كان زوين في هاد الجوج ماتشات هادو سواء مع الوداد سواء مع الكويت الكويتي. المدرب شغل تبارك الله عليه عرف كيفاش يقرا هاد الماتشات مزيان وعرف كيفاش انه يسلك الرجاء باش انها تضمن التاهل ديالها من الماتش الثاني بلا ما تسنى حتى الماتش الثالث وتبقى تناقش عاوتاني الحظوظ ديالها وداك الشيء. خاص بزاف ديال اللعابه يحضيو مع الصفرات حيت انهم داو صفرات في هاد جوج ديال لي ماتش وما خصهمش يديو صفرات في هاد الماتش هذا ديال الوحده الاماراتي باش انهم يكونوا واجدين في الادوار الاخرين اللي غادي يكونوا من بعد فاش غادي يسخن الطرح مزيان ولا يقصحوا على ماتش اكثر من هكا. حتى لهنا كنظن اني تطرقت لكاع الحوايج اللي وقعوا في هذا الماتش هذا ديال الكويت الكويتي. دابا خصنا نركزوا على الماتش الجاي ضد الوحده الاماراتي باش نضمنوا الصداره ديال هذا الجروب هذا. علاش لا؟ حيت حنا راه الرجاء حامل اللقب، دونك خاص نبقاو غاديين مزيان وخاص تبقى القيمه ديالنا المعنويه واقفه مزيان باش حتى اللعابه يمشيو موتيفين مزيان وباش حتى الخصوم الاخرين هذيك يكونوا راضين منك البال تستي متصدر الجروب ديالك، دونك راك كنتي حاكمها مزيان في الجروب، راه عندك اداء زوين، راه عندك لعابه اللي كيتقاتلوا هذه. ومره اخرى كنعاودوا نشكروا اللعابه كاملين وكنعاودوا نشكروا الكوتش اللي قدموا اداء زوين في هاد لي ماتش هادو. وهادشي كان فيديو اليوم، نتلاقاو في الفيديو الجاي، تهلاو.